مثل ما تعرفنا على ضيفنا في البداية وعرفت من ضيفنا اليوم، طبعا ضيفنا ولاعب كبير ولاعب غني التعريف صراحة، وشرف انه يتواجد معنا. كابتن يا هلا مرحبا فيك في استديو ايانا. كابتن البداية طبعا مثل ما نتكلم مع كل ضيوفنا في البداية نحب نسألك عن بداياتك مع كرة القدم، شلون بديت ومن اللي حد من اهلك يعني شجعك، حد شجع كرار جاسم انه يكون لاعب يعني شاب في بداياته، يعني من اللعيبة اللي دفعوك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية طبعا أشكركم على هذا البرنامج الجميل الحلو. وطبعا بدايتي كانت الدعم الأول والأخير، هو الدعم كان لوالدي. هو كان حاب كرة القدم، وتمنى أن يصير عنده ولد لاعب، أن يعني يمثل يعني كنادي أو يمثل كمنتخب. مثل ما تعرف أنا مثلت فريق النجف العراقي، بديت معاه من الفئات العمرية تدريجا ناشئين شباب الفريق الأول، وبعدها مثلت المنتخب الوطني، وكان أول احتراف اللي مع نادي الوكرة، وحاليا أنا نادي الوكرة. نرجع لمشوارك بس خلنا في بدايات الحين. شلون كان يشجعك والدك بأي طريقة يعني؟ ايش كان الدور اللي يلعبه في مسيرتك الكروية؟ هو كان الدور يعني أنا قلت لك هو كان يحب كرة القدم، كان متابع يعني المنتخبات، كان الأندية، كان يتمنى أن ولده يصير لاعب، فهو كان معاه يعني بالتدريبات، كان معاه يعني في المباريات، دعم معنوي، دعم نفسي، دعم من كل الجهات اللي تأهلك أن تصير لاعب. يعني لا ننسى بعض المدربين اللي شجعوا والدي على أنه أن يسعى وراي لأن أتقدم ونصير يعني استمر في الرياضة حتى أصبح يعني لاعب. زين، كرر كل لاعب اكيد تواجه صعوبات وهو في المراحل السنيه، كلمنا عن الصعوبات اللي واجهتك في بداياتك وشلون قدرت تتغلب عليها. طبعا شوف احنا عندنا في العراق تختلف عن باقي كل الدول، احنا ما نواجه صعوبات يعني بدايتنا تكون يعني عادية، لأن تأثير عائلاتنا يعني من كل النواحي اللي هم يحاولون أن يخسرون أي شيء حتى يوصلون أبنائهم إلى الشيء اللي يردوه، فما أتوقع أن يعني واجهت صعوبات. زين، انت بدأ بروزك في ظروف سياسية وأمنية صعبة، واحنا نشوف في حال العراق الحين يعني، شلون قدرت انك تبرز ويسطع نجمك في المنتخب العراقي؟ هي طبعا شوف قلت لك بدايتي كانت مع نادي النجف، بس اللي الحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى وفقني في مسيرتي كبداية كأصغر لاعب، يعني مثلت المنتخب، كانت يعني شهادات من مدرب المنتخب انه ما لعب. يعني كان عمري يعني ما يجاوز تقريبا 19 سنة 18 سنة يعني، فكانت يعني بدايتي يعني سريعة مع المنتخب، واشهد المدربين يعني اللي موجودين، فيعني الحمد لله. طبعا راح نرجع لك كابتن كرار، نرجع لمدربينك، وحين نتوجه الى كأس الامل من الجولة الاولى من جولاتها اللي صارت على يومين، فخلنا نروح نشوف كأس الامل ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد ما شفنا طبعا كأس الامل وشفنا اخر واهم نتائجه. طبعا الحين بما ان احنا يعني مع المدربين نتكلم، خلينا نرجع حق كابتن كرار. كابتن كرار، من هو المدرب اللي صقل موهبتك يعني بشكل عام واللي له فضل كبير عليك؟ طبعا هم مدربين كثير علي صاحبين فضل. احكي كبداية يعني كان المدرب الشاب عبد الغني شهد، مدرب نادي النجف العراقي، اللي هو اكتشفني يعني من الفئات العمرية الفريق الأول. كنت أصغر لاعب أمثل الفريق الأول، وبعض الناس شككوا. كم عمرك كان؟ يعني كان حوالي ما يقارب 16 أو 17 سنة. يعني كانت يعني بعض الناس مشككين في المدرب، يعني يقولوا له أنت لاعب صغير، هذا كيف جازف وتلعب في الفريق الأول في دوري ممتاز. فأنا يعني أعتبر أنه صاحب الفضل اللي أعطاني الفرصة وأنا صغير، ونفس الشيء في المنتخب كان صاحب الفضل الكبير المدرب القدير كابتن يحيى علوان، اللي كانت اول ظهور لي مع فريق الاولمبي العراقي في اسياد الدوحه اللي كانت هنا في قطر. كان اللي ظهور الاول لي مع المنتخب، واعطاني يعني فرصه يمكن اي لاعب يتمنى ان يعني ياخذ هذه الفرصه. زين كرر، بما ان احنا نتكلم عن الكؤوس ومباريات الكؤوس، هل لك ذكريات مع مباريات الكؤوس اللي لعبتها؟
طبعا يمكن انت تقول لي كنظام احنا في العراق يعني كؤوس نلعب بس الانديه الدرجه الممتازه. يعني بعض الفئات يعني ما عندنا يعني كؤوس او فشي. يعني كان أو عندي حتى مع المنتخب. مع المنتخب يعني تعرف انت يعني كاس اسيا اللي هو الانجاز اللي اي لاعب يعني يحلم به ان يحققه، والحمد لله انا حققت مع المنتخب العراقي يعني هذا الكاس الثمين. زين خلونا الحين مع بعض نروح ونستكمل مباريات كأس الأمل ونروح نشوف ايش صار في التقرير راجع. رجعنا لكم بعد تقرير كأس الأمل، ومثل ما شفنا نظام كأس الأمل هو نظام المجموعات. كابتن نحب نسألك عن نظام المجموعات. طبعا كان فيه ناس يتساءلون كيف ان الكاس يكون نظام المجموعات خاصة الفئات السنية. هل انت تشوف في رايك ان الكاس افضل انه يكون نظام المجموعات للصغار ولا يكون نظام خروج المغلوب؟ طبعا للاستفادة طبعا الاستفادة هو المجموعات ولا اللي مثل ما تفضلت عليها تكون الانسب. ليش في رايك؟ يعني هذا في رايك طبعا. لان تجي نسبة الاعمار اللاعبين، نسبة المباريات يعني اللي تخوضها انت كم مباراة، او المجموعة اللي انت موجود معها كم فريق، وهذه تبقى يعني مع احنا نسميه يعني باللهجة العراقية ردم اللعب او فتشي. بعد ما اعرف الوقت المباريات اللي كثيرة احتمال يعني يعني تصير منافسة يعني بين الفرق. وانا اشوف يعني الشيء الاصلح اي نعم يستفيد اكثر. فاتوقع المجموعات يمكن افضل. طبعا كابتن كرار احنا الحين نتوجه الى اسئله الموهبه بالظرف ان هي طبعا موضوع حلقتنا اليوم. فانا بوجه لك السؤال بدايه، ليش اللاعب العراقي منتشر ومتواجد في اغلب الدوريات العربيه؟ طبعا اللاعب العراقي موهبه. اللاعب العراقي انا اعتبره يعني يختلف عن باقي لاعبين الخليج، لانه لاعب فطري يعني كمهاره وكلياقه يعني عنده فطريه. فاللاعب العراقي طبعا شوف انا اقول لك اللاعب العراقي مظلوم. لو يشوف كل المستلزمات الاداريه والمستلزمات المطلوبه في الخليج اللي دا يصير لو يصير في العراق، انا اتوقع ان اللاعبين يظهرون بعد اكثر واكثر، وان يمثلون حتى في دوري اوروبي. بس مثل ما تعرف هذا الحال اللي موجود في العراق، والواقع يعني اغلب اللاعبين اللي مثلوا منتخب. زين كابتن ليش اللاعب العراقي موهوب؟ انا قلت لك هذه فطره يعني فطره بالفطره يعني الهيه، ما اعرف يعني اللاعب العراقي يمكن لانه مظلوم في بلده يعني يعتبر بانه يكون لاعب مميز. زين برايك كابتن كرار، انت طبعا مثل ما قلنا ان انت لاعب موهوب، لكن ليش وشلون قدرت في بدايه مشوارك ان تصقل هالموهبه وتحافظ على مستواك؟ أنا قلت لك طبعا الشيء اللي هو أكيد والدور الفعال هو كان الكادر التدريبي. اللاعب لما يبرز ولما اللاعب يقدم أداء متميز، أوكي إحنا ما نتفق أن اللاعب عنده مهارة فطرية أو فتشي، بس هذا يأكد لك بعد أكثر بأنه ثقة المدرب فيك، ثقة اللاعبين فيك، ثقة الكادر اللي موجود في الفريق، يخليك تبرز أن مهارات ويخليك تبرز أن لعب أكثر. فيكون يعني هذا اللي دور فعال اكثر شيء للكادر التدريبي. نروح لتقرير اكتشاف المواهب الحين، خليكم ترتاحون شوي. نروح تقرير اكتشاف المواهب وزياره النجوم.